لو انت مهندس وناوي تهاجر لاستراليا، خلي بالك لانه في تعديل جديد على امتحان PTE ممكن يوقف ملف تقييمك كمهندس بالكامل. التعديل الجديد بيهم المهندسين اللي على وشك التقديم على السكيلز اسسمنت او تقييم المهندسين. الدرجات المطلوبة في امتحان اللغة PTE المعتمد من جهة تقييم المهندسين اللي هي انجنيس استراليا اتغيرت. ابتداء من 1 يناير 2026 الدرجات المطلوبة عشان تقدر تقيم كمهندس اصبحت كالآتي: 47 درجة في الليسننج، 48 درجة في الريدنج، 51 في الرايتنج، و54 في السبيكينج. والدرجات دي سابقا كانت 50 في كل مهارة. ضروري تنتبه للمتطلبات دي عشان ما يترفض ملفك وتخسر وقتك ومجهودك في الفاضي. ولو عايز تحضر الامتحان تحت اشراف مدربين معتمدين قادوا آلاف من الاشخاص قبلك في كل مراحل هجرة استراليا، تقدر تحجز مقعدك في الكورس التحضيري من الآن عبر الموقع اللي ظاهر قدامك في الشاشة، او تواصل معنا واحجز استشارة مجانية نشرح لك فيها خطوات الهجرة بالكامل قبل ما تبدأ. كان معاكم رضا القاضي، وسلام.